السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انت او انتي شفتوا عنوان الفيديو، لمحتوه، قلتوا لما ندخل نشوف الملحدة اللي بتقول الكلام ده عندها ايه عايزة تقوله بالظبط. بس انا مسلمة زيك، ومؤمنة بالقدر ومؤمنة بمشيئة الله ومؤمنة بكل الحاجات الجميلة دي اللي مفيش حد في الدنيا يقدر يشكك فيها. ولكن اللي انا اقصده من عنوان الفيديو اللي انا كاتباه بالظبط، مفيش حاجة اسمها ربنا عايز كده. انا هفهمك، ربنا معاش، ربنا ما كتبش اللي هو عايزه. يعني بص، يعني دلوقتي احنا ايه، واحد مثلا، هديكم مثال عشان اعرف اشرح عليه. واحد ما ذاكرش، اوكي، ما ذاكرش خالص، دخل الامتحان، سقط لا قدر الله، بعيدا عننا وعن السامعين يا رب. سقطت ليه يا محمد؟ سقطت ليه يا فلان؟ يقولك ايه؟ يقولك ربنا عايز كده، اصل ربنا عايز كده، اصل ده نصيبي. لا تعالى لي هنا بقى، اديك مثال تاني، معلش عشان جه في دماغي مثال تاني. لو انتي مثلا واحدة لا قدر الله مثلا بتعملي حاجات مش كويسة، والحاجات دي اتسببت لك في مشاكل، فانتي هتقولي ايه؟ هتقولي ربنا عايزني كده. مفيش حاجة اسمها كده، ماشي؟ انتي هتقولي ربنا عايز كده، ربنا كاتب لي ان انا ابقى مش كويسة. انت واحد ضيعت من ايدك مراتك مثلا، بان انت ما كنتش كويس معاها، ضيعت ولادك، ضيعت اي حاجة، تقول ربنا عايز كده، ده نصيب. انا طولت في الامثله عشان بس توصل على كل لون، واعرف افهمكم وجهه نظري اللي هي حقيقيه. يعني هي مش بوينت اوف فيو، لا دي حاجه حقيقيه، ده واقع، بس هو مخفي شويه في وسط جمله كلنا اعتدنا عليها بتاعت ربنا كاتب كده او ربنا هو اللي عايز كده. بصوا يا جماعه، ولله المثل الاعلى، بس في حاله انه انت عارف ان انت لو حطيت صباعك في الكهرباء هتتكهرب، هتروح تحط صباعك في الكهرباء؟ مش هتعمل كده. لو انت عارف ان انت هتحط ايدك في النار هتتلسع. لو انت عارف ان انت هتعمل اي حاجة هتوجعك او هتضايقك او هتعملها؟ مش هتعملها، والله ما هتعملها. ليه؟ لان مفيش حد بيعمل حاجة بتضايقه. كذلك ولله المثل الاعلى، ربنا مش هيكتب في صحيفتنا حاجة لما هنعملها هيهتز عرشه وهيتضايق. ربنا ما كتبش ان انت تبقى شرير او تبقى وحش او تبقى قاسي او عشان هو عايز كده. ربنا كتب كده عشان عارف ان انت هتعمله. ربنا من قبل ما يخلقنا هو عارف احنا هنعمل ايه، عارف احنا ايه اللي هيصدر مننا، فكتبه. والمكتوب لو ربنا تاب عليك وعارف قد ايه انت فعلا من جواك ان انت عايز تتغير، المكتوب ده بيتغير. شوف ربنا من كتر جماله وحنيته علينا عامل ايه. لكن انت واحد مش في نيتك ان انت تتغير، عايز تفضل دايما زنديق وفاسد وقليل الادب، فاكيد هو ربنا مش، يعني خلاص هو ده مكتوبك اللي انت عايزه بمزاجك. ربنا كتبه في صحيفتك في كتابك عشان عارف ان انت هتعمله، مش عشان هو عايزه. مفيش حد بيعوز حاجة هتوجعه. انت لما بتعمل الذنب ده او بتأذي حد، ربنا عرشه بيهتز من كتر الزعل، من كتر الحاجة دي بتزعج ربنا. انت مستني ايه؟ مستني تسمع ايه؟ ربنا مش عايز كده، انت اللي عايز كده، وربنا كتب ان انت هتعمله عشان هو عارف، لان ربنا عنده
علم الغيب وعلم السماوات والارض، فهو عارف ان انت هتعمل الحاجة دي لما يتوفر لك الظروف الفلانية، فكتب في صحيفة فلان هيعمل كذا كذا في اليوم الكذا كذا عشان هو عنده كذا كذا، او هيتحجج بكذا كذا، او اي حاجة. هو عارف انت هتعمل ايه فكتبوه. دي حاجة مفروغ منها. ربنا لما خلقنا عمل ايه؟ قال ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ونفس وما سواها. يعني النفس دي هو خلقها فألهمها فجورها وتقواها. يعني هو لما خلقها حط فيها الفجور، رمى فيها الفجور ورمى فيها التقوى. فالفجور اللي هو الفسق والعياذ بالله، فألهمها فجورها وتقواها. حط فيك الخير وحط فيك الشر. قد أفلح من زكاها. انت بمزاجك بقى، انا ماليش دعوة، وربنا بيقولك كده. هو اداك الاتنين، اداك الخير واداك الشر. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت براحتك، عايز تزكيها او عايز العكس، انت حر. وربنا اداك الاختيار واداك العقل اللي ميزك بيه عن بقية المخلوقات كلها. يعني ما تجيش بقى تقول لي اصل انا قليل الادب عشان ربنا عايزني ابقى قليل الادب. انت بجح. اصل انا قاسي على عيالي عشان ربنا كاتب لي ان انا ابقى شخص قاسي. انت 60 بجح. فما ينفعش نرمي ربنا بتهمة زي دي، او نفتري على ربنا بحاجة زي كده. نخلي بالنا ونفهم احنا بنقول ايه. ربنا القدر الكاميرا قربت اوي. ربنا القدر بتاعه بيكون كاتبه امتى؟ يعني اللي فعلا بقى نقول ان ده ربنا فعلا كاتبه، هو اللي كاتبه، هو اللي عايزه، بناء على بقى ايه؟ تفاصيل الكون واقدار، وبناء على كل الحاجات دي. إيه مثلا الموت، الميلاد، الحاجات دي. يعني ربنا كاتب ان احنا هنموت امتى، كاتب تواريخ وفاتنا كلنا، هو اللي عارفها. دي حاجة هو اللي عاملها، هو اللي عايزها فعلا. احنا هنتولد امتى، احنا هنتجوز مين، احنا هنعمل ايه، دي حاجات فعلا هو كاتبها. لكن ما تجيش انت تبقى عامل حاجة بمزاجك وتقولي اصل ربنا هو اللي كاتب لي اعمل كده. لا يا حبيبي، ربنا مش كاتب لك تعمل كده. فياريت نراجع نفسنا عشان يعني نراجع حتى مفاهيمنا، احنا فاهمين ايه صح وفاهمين ايه غلط، عشان يمكن ده يخلينا نتغير للأحسن في حاجات كتير قوي. مش عايزة اطول عليكم، بس حبيت اعرفكم حاجة مهمة جدا انا عرفتها. فنحاول كلنا نتغير يا جماعة.